أهلا بيكم في Mind Matters، مساحة للناس اللي بتحب تشوف الحياة بشكل مختلف. أنا ميرو، والنهاردة الحلقة رقم 4 من البودكاست، وهدفي إننا نتكلم عن حاجات عقلنا بيعملها سواء بشكل واعي أو بشكل غير واعي. الحاجات دي ممكن تكون بتأثر على سلوكنا وعلى عاداتنا وحياتنا، وساعات كتير على العلاقات اللي حوالينا. عقلنا دايما في محاولة لتصليح نفسه وحمايتها، ومن الحاجات اللي المخ بيعملها علشان يحمي نفسه في أي موقف خطر أو موقف مليان بمشاعر أو أي شيء ممكن يسبب أذى نفسي، المخ automatically من غير ما احنا نحس ولا نعرف بيدافع عن نفسه، بيستخدم أساليب كتير في الحماية على حسب كلام علم النفس. وده موضوع حلقة النهاردة. هنتكلم عن الوسائل الدفاعية اللي المخ بيستخدمها من غير ما نشعر، أو اسمها الديفنس ميكانيزم أو الديفنسز. كلنا بنواجه ضغوطات ومواقف صعبة في حياتنا، وبنلجأ بشكل لا إرادي لآليات دفاع نفسية بتحمينا من القلق والمشاعر السلبية. النهاردة هنتعرف على أهم الدفاعات النفسية اللي مخنا بيستخدمها ومعنيها. ساعات بنتصرف بطريقة معينة أو بنفكر تفكير معين من غير ما ناخد بالنا، وكل ده بيكون هدفه حماية نفسنا من مشاعر صعبة أو مواقف مؤلمة. آليات الدفاع دي بتشتغل بشكل لا واعي، يعني إحنا ما بنبقاش عارفين إننا بنستخدمها، لكنها بتساعدنا نواجه التوتر والألم أو أي تهديد نفسي ممكن يوجعنا أو يخلينا نحس بعدم الأمان. من حوالي 100 سنة تقريبا سيغموند فرويد شرح مفهوم آليات الدفاع، وبعدها بنته آنا فرويد وسعت البحث في المجال ده، وقالت إن في 10 طرق رئيسية المخ بيحاول يحمي نفسه بيهم. دلوقتي علم النفس بيقول إن في ما بين 25 ل 30 طريقة المخ بيستخدمهم علشان يحمي نفسه من أي أذى أو ضغط. النهاردة إحنا هنتكلم عن أكتر defenses أو أكتر آليات دفاع شائعة ومعظم الناس بتستخدمها. الهدف إننا أول ما بنبدأ ناخد بالنا منهم هنفهم نفسنا أكتر، وهنبدأ نفهم الناس اللي حوالينا كمان أكتر. هنفهم ليه بنتصرف بطرق معينة في مواقف معينة، وده في حد ذاته خطوة كبيرة في أي طريق للتغيير أو التطور. هناخد أمثلة بسيطة وواضحة، وهنشرح كل آلية دفاع بشكل سهل عشان نقدر نلاحظها في حياتنا اليومية، سواء في شغلنا، في علاقاتنا، أو حتى في تعاملنا مع نفسنا. علم النفس وعلم الاجتماع بيقول إن في نوعين من الآليات، maladaptive وadaptive. المالادابتيف اللي هي بتبان كأنها بتحمينا، بس في الحقيقة هي بتأذينا على المدى البعيد. أما الأدابتيف فهي بتساعدنا وبتخلينا نعدي الموقف بشكل صحي وسليم. النهاردة اخترت أشهر 7 من كل نوع نتكلم عنهم ونشوف إزاي بيأثروا على حياتنا. هبتدي بالمال أدابتيفز اللي هي الآليات اللي مش كويسة ومش صحية. 1 الدينايل اللي هو الإنكار، يعني نرفض نعترف بواقع معين في حياتنا. زي واحد مثلا عنده أزمة مالية كبيرة ولسه بيشتري حاجات غالية كأن مفيش حاجة حصلت. 2 البروجكشن اللي هو الإسقاط، يعني الشخص ينسب مشاعره السلبية لغيره. مثال شخص عنده رغبات عدوانية فيقول إن الناس كلها عدوانية. 3 الريبريشن اللي هو الكبت اللاواعي، وبيبقى أفكار أو ذكريات مؤلمة بتتحط في اللاوعي
من غير ما الشخص ياخد باله، وبتأثر عليه بعدين. زي مثال تكون بنت اتعرضت لتحرش في سن صغير ونسيت تماماً اللي حصل لها، لكن وهي كبيرة بتتوتر جداً من أي لمسة حتى لو كانت بسيطة. رقم 4 splitting أو التقسيم. يعني لما شخص يشوف الناس أو الأمور بطريقة يا إما أبيض يا أسود، من غير ما يقدر يجمع بين الصفات الكويسة والوحشة في نفس الوقت. زي بنت كانت شايفة صاحبتها مثالية جدا، وأول ما اختلفوا على حاجة بسيطة قلبت عليها تماما وبقت شايفاها إنسانة سيئة وما فيهاش أي حاجة كويسة. رقم 5 displacement أو الإزاحة. ودي لما اتضايق من حد أو من موقف وفرغ غضبي في حد تاني ملوش أي ذنب أو علاقة. زي واحد اتضايق من مديره في الشغل لكنه مش قادر يعبر عن غضبه، فراح ضرب الحيطة أو اتخانق مع مراته أو أولاده بدل من المدير. رقم 6 acting out أو التصرف بغضب بدل من التعبير. وده بيحصل لما الشخص بيتصرف بطريقة مؤذية أو متطرفة بدل ما يواجه مشاعره. زي مثلا مراهق بيتخانق في المدرسة لأنه مش قادر يعبر عن ضغوطه في البيت. رقم 7 الافويدنس أو التجنب. وده لما الواحد بيتجنب أي فكرة أو أي إحساس يسبب له توتر، أو يبعد عن أماكن أو أشخاص معينة بيفكروه بحاجة صعبة. زي مثلا واحد عمل حادثة أو حد من أهله عمل حادثة في مكان معين، فالشخص ما بقاش يقدر يعدي من المكان ده. ودول كانوا آليات الدفاع أو الديفنسز اللي العلماء بيعتبروها آليات غير ناضجة. ودلوقتي ننتقل لمجموعة آليات الدفاع الناضجة أو الأعلى اللي ممكن تساعدنا إننا نتعامل مع المشاكل بشكل أحسن وصورة أفضل. 1 الالترويزم اللي هو الإيثار، يعني إن الشخص يخفف من ضغوطه أو مشاعره الصعبة من خلال مساعدة غيره. زي حد فقد شخص عزيز عليه فيروح يشارك في الأعمال الخيرية أو يدعم ناس مرت بنفس التجربة. 2 compensation أو التعويض، لما الشخص يعوض النقص في مجال معين في حياته عن طريق النجاح في مجال تاني. زي طالب درجاته ضعيفة فيركز أكتر في الأنشطة أو الرياضة. 3 الهيومر أو الفكاهة، لما نحاول نخفف مشاعر صعبة أو مواقف حزينة بطريقة مضحكة. زي لما واحد يقول نكتة في جنازة علشان يخفف عن الناس. 4 undoing أو الإبطال، محاولة نرجع فيها خطوة لورا بعد ما نتصرف أو نفكر بطريقة مش حلوة أو طريقة مؤذية لغيرنا. مثال زي ما حد قال كلام مش لطيف لحد بيحبه وتاني يوم جاب له حاجة حلوة أو عمل له خدمة كأنه بيحاول يصلح اللي حصل. 5 sublimation أو الإعلاء، ودي واحدة من أنضج آليات الدفاع، وهو تحويل الطاقة أو المشاعر الصعبة لشيء مفيد أو مقبول اجتماعياً. زي واحد بيحس بالغضب فيروح يلعب رياضة أو يرسم أو يعزف. 6 suppression أو الكبت الواعي، ده زي الكبت اللي اتكلمنا عليه بس بيكون بشكل واعي. يعني الشخص يعرف إن في فكرة مضايقاه ويختار إنه ما يفكرش فيها دلوقتي علشان يقدر يكمل يوم. رقم 7 anticipation أو التوقع، يعني الشخص يستعد للمشكلة قبل ما تحصل. زي حد بيحضر كويس قبل مقابلة شغل مهمة ويتدرب على كل الأسئلة الصعبة. ودي الأمثلة اللي حبيت أشاركها معاكم، وهي حاجات كلنا بنعملها.
لما الإنسان بيحب يطور من نفسه، من الحاجات اللي بيشتغل عليها هي السلوكيات بتاعته، خصوصاً لو بتأثر على علاقاته أو شغله. مهم نعرف إن السلوكيات دي بتتغير في المخ مع الممارسة. يعني مثلاً حد ممكن يكون بيتجنب المواجهة أو بيعيش في حالة إنكار كتير، هل ده ممكن يتغير؟ ممكن يتغير، والمخ ممكن يتغير، بس أول خطوة دايماً بتبقى الوعي. لازم نبقى فاهمين تصرفاتنا حتى اللي مش واضح هدفها. المخ بيحاول دايماً يحمي نفسه من الألم، بس إحنا نقدر نحمي مخنا ونفسنا بسلوكيات صحية نواجه بيها ونعبر بيها ونتصرف من خلالها ونخليها تخدمنا بدل ما تأذينا. وزي آخر كل حلقة هسيبكم مع 3 أسئلة ريفلكشن و3 نصايح مني. إيه أكتر سلوك في حياتي بحس إنه بيتكرر في كل موقف صعب وعمري ما سألت نفسي ليه؟ هل في تصرفات أو ردود أفعال بعتبرها طبيعية لكنها في الحقيقة هروب من حاجة؟ السؤال الثالث، لو خدت خطوة للوعي النهاردة، إيه السلوك اللي حابب أراقبه وأفهمه أكتر؟ وإزاي ممكن يكون بيأثر على علاقاتي أو قراراتي؟ ودلوقتي 3 حاجات لو افتكرتوهم ممكن يغيروا الطريقة اللي بتشوفوا نفسكم بيها. 1، الدفاع مش ضعف، هو دليل إن المخ بيحاول يحمينا بذكاء. 2، لما الدفاع يتحول لحاجز هو ده اللي بيمنعنا نشوف نفسنا بوضوح ونتحرك لقدام. 3، الوعي بسلوكك بدون حكم هو أول خطوة لحرية نفسية حقيقية. وبكده تكون الحلقة خلصت، وشكرا جدا إنكم سمعتوني، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتك بليز اعمل شير وفولو. Thank you. بكل حب وسلام، كان معاكم ميرو من Mind Matters. استنوني الحلقة الجاية في موضوع جديد ومهم لينا كلنا. وخليكم دايما فاكرين عقلك أغلى كنز عندك، حافظ عليه.